مرضوش بيه عشان الحالة المادية. كانوا بيعايروني بوالدتي. والدتي ما فيهاش اي حاجة، بس يعني اللي هي ايه، عشان تعيشنا وعشان تجيب لنا لقمة ناكلها. يعني كانت بتقعد بشوية حاجات قدام الباب، خضار مثلا، اي حاجة. المهم انها كانت بتشتغل شغلانة حلال، عمرها ما كانت عيب. السلام عليكم. الأول أنا كنت بس حابب مشكلتي معاك ومع الناس، يعني محتاجة إن أنا أتفادى أكتر. أنا كان في حياتي شخص بقاله 7 سنين في حياتي. هو أجمل شخص في حياتي، يعني هو الشخص الوحيد اللي أنا حبيته. أنا بعت عمري عشانه بمعنى الكلمة، بعت عمري كله كله كله. هو بصراحة كان يستحق ان انا اعمل كل حاجه عشانه. كنا بنحب بعض قوي، يعني هو انا ما لقيتش حد كويس غيره، وما لقيتش حد يستحق اي حاجه حلوه غيره. تمام. هو كويس ومحترم وجدع وطيب واب وكل حاجه حلوه قبل اي حاجه. تمام. حبينا بعض. بقالنا 7 سنين في كل حاجه حلوه، كل حاجه ممكن تتمناها اي بنت. حنية، طيبة، جدعنة، كل حاجة. يعني أنا ما كانش في حد حنين علي غيره. أنا والدي متوفي، بمعنى الكلمة أنا اعتبرته العوض بتاعي. الدنيا كلها جت عليا، هو اللي كان بيطبطب. حاولنا إن احنا يبقى في جواز. أهله مرضوش بيا عشان الحالة المادية. كانوا بيعايروني بوالدتي. والدتي ما فيهاش اي حاجة، بس يعني اللي هي ايه، عشان تعيشنا وعشان تجيب لنا لقمة ناكلها. يعني كانت بتقعد بشوية حاجات قدام الباب، خضار مثلا، اي حاجة. المهم انها كانت بتشتغل شغلانة حلال، عمرها ما كانت عيب. عرفت من اخت مرات اخوه. جيت في يوم بسألها بقولها انتوا رافضيني ليه؟ يعني انت اكيد عارفة السبب. ردت قالت لي يعني انا والدتي كانت بتعمل لب وتبيعه كده. ردت قالت لي ان اخوه اشترى من والدتي قبل كده، وهي كانت بتتريق، بتقول لاختها خدي عشان احنا هنناسب بنت بياعة لب. ده اول شيء. كلمت والدته، قلت لها ما عنديش مشكلة لأي حاجة، يعني بلاش تحرميني منه عشان هو أب ليا. قالت لي لا. هي بصراحة اتكلمت معايا بلطافة، قالت لي ولا سنة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 10، ما ينفعش. بعد كده عرفت هي رفضاني ليه، عشان خاطر الحالة المادية، وعشان خاطر أنا ما ينفعش إن أنا أكون لابنها. جيت بعد كده قلت المشكلة في والدته، قلت له ما عنديش أي مشكلة. بصراحة جاب لي حقي من اللي قال لي كده، وقف جنبي وما كسرش بعيني، وراح قال لوالدته انت قلت في حقها كده. راحت والدته قالت له لا. جيت انا كلمت والدتي، انا لما بقول لها الامر حصل 1 2، امي ردت بكل هدوء مع انها اتوجعت، قالت لي يا بنتي مش هتمكن اللي مبلغك. قبلت الشتيمة وقلت له عشان خاطرك وانا هستحمل كل حاجة. جه هو كلم والده وقال له انا عايزها. قال له اديني وقت افكر. بعد ما فكر رجع قال له لا. طب لا ليه مش راضي يقول؟ طب عشان ايه برضه مش راضي يقول؟ لحد ما جه في يوم وانا رحت لابوه، لدرجة ان انا كنت هبوس ايده او بوست ايده بمعنى الكلمة. قال لي لا. طب ليه انت رفضتني؟ طب قولي على الحاجة الوحشة اللي فيا او اللي انتوا شايفينها فيا عشان اقدر اغير منها. قال لي مفيش اي حاجة، بس لا. قال لي احنا ما معناش فلوس للجواز. فقلت له لا فلوسكم جاهزة يعني. فبقول له يعني هي جت لحد عندي انا والحالة المادية بتاعتكم ما تسمعش. المهم لقيته بيقول لي انت قصدك على ايه؟ فبقول له انا مش قصدي على حاجة يا عمو. المهم بيقول لي انت قصدك على بنت خالته، اصلا هي مش بايرة ايه يعني في الوقت.
اصل هي مش بايرة، يعني هم فلوسهم جاهزة لحد تاني بس عندي انا لا. يعني ايه بايرة يعني؟ مش فاهم. معرفش كلمة بتتقال يعني، بنت مش ملقحة نفسها، واحدة قاعدة مش لاقية حد يقرب منها، معرفش بس هي كلمة توجع يعني. تمام كملي. دموعي نزلت قصاد عينه وبوست ايده مرضيش وكسر بنفسي وخاطري. قبلت وحكيت له، قلت له حصل من والدك 1 2 3 وانا رحت، وهو بصراحة زعل، قال لي طب انت ليه عملت كده؟ قلت له عشان انا عايزاك فعلا. حاولنا نعافر مرة و2 3 و4، هم مش موافقين خالص. هو بصراحة متمسك قوي، عشان كده حبيت ان انا ممكن اضحي باي حاجة لاجله هو. انا مش شايفة حد تاني غيره، وانا عايزاه هو بس. كان بيجيلي ناس، وكانت بتجيلي ناس كويسة جدا، كنت بقول لا، لحد ما لفت الايام. وفي شهر 1 اللي فات هو مراقب تليفوني. شهر 1 اللي فات يعني كان في حد شافني في مناسبة وحاول يتواصل معايا، وخلى والدته كلمتني وقالت لي ان احنا شاريين وعايزين نيجي وكده. وانا زي اي بنت يعني انا بصراحة نفسي افرح. وتاني حاجة، انا 7 سنين مفيش خطوة في موضوعنا خالص، غير ان انا شايفة نفسي بتكسر بس مش اكتر. وهو مش قادر يعمل لي اي حاجة، لا قادر يقول لي بعيدي ولا قادر يقول لي خليكي. هو عايزني افضل كده بس هو مش قادر ياخد قرار. لقيت كل واحدة من صحباتي لما تتخطب لواحد هي بتحبه تكسر بخاطري، وكان بيبقى قصاد عينه. تكسر بخاطرك ازاي؟ كان بنات هو قدر يعمل لي بس اللي معاكي ما قدرش. انا اتخطبت واتجوزت وخلفت وانتي لا. انتي كان عندك كام سنة لما عرفتيه؟ كان عندي 19. وقعدتي معاه لحد كام سنة؟ لحد ما انا بكلمك دلوقتي، يعني انا بالظبط بقالي معاه بتاع 7 سنين. يعني انتي لحد دلوقتي بتكلميه؟ يعني دلوقتي كلامنا بقى زي الاخوات. انتي عندك تقريبا دلوقتي 26 او 27 سنة صح؟ لا عندي 25. يعني هو ده خد نص عمرك يعني تقريبا. خد عمري كله. هو ما خدش نص عمري، هو خد عمري كله هو أخده. كان كل ما يجيلي حد هو كان بيبقى عارف إن في ناس بتيجي، وأنا رفضت كل الناس على لاجله هو رفضت كل الناس. لحد ما راقب تليفوني في مرة لقى رسالة على تيك توك، واحد كان داخل يتعرف عليا وانا ما اتعرفتش. طب اديني رقمك، قلت له لا. اديني اي تواصل اجتماعي معاكي، قلت له لا، انا مش حابة ان انا يكون في حد في حياتي. ده اول شيء. تاني شيء والاهم، الشخص اللي هو شافني في شهر 1 هو حابب ان هو يدخل البيت من بابه، وانا بصراحة شفت ان ما فيهوش حاجة انها تترفض، فانا قلت برضو لا. لما تيجي الظروف وتجمع، والدته كلمتني فيديو كول من الصفحة بتاعت الشخص نفسه، بس والله العظيم والله ما كان هو خالص. كلمتني فيديو كول واتعرفت عليا، وست جميلة ولطيفة وحبتني. يعني أنا ما شفتش ولا هي شافتني، بس حبتني. قلت لها يا طنط لو في نصيب هقولك والله. طب انت في حياتك حد؟ قلت لها أنا عندي ظروف مش هقدر أقولك. كل ده على ذمة ان انا كنت مأجلة حياتي بعد العيد. يا تيجي بتاخد الخطوة يا انا اشوف نصيبي، ما هو ده حقي. انا مش هقدر اعمل كده برضه، بس ده حقي. لما شاف مكالمة الفيديو كول لي انت ما تلزمنيش، وانت تعريني، وانت لو اخر واحدة في الدنيا. بعد ده كله
طب اهدي، طيب اهدي اهدي. بقالي شهرين بتحايل عليه. انا ببدأ من الساعة 4 بصحي من النوم لحد تاني يوم 6 الصبح 7 8 على حسب ما اتعب وخلاص. شهرين بتتحايل عليه عشان يرجع؟ بعيط، اصوت، عارف انا بقعد اشد في شعري وهو معايا على التليفون وبرضه ما فيش فايدة. جبته في مكان عند اختي، قعدت انا وهو لدرجة ان انا ميلت على رجلي بصت عليها، يعني كف ايده لمس وشي كله، راح زحني ووقعت واغمى عليا وهو اللي فوقني. حاولت معاه كتير، طب انت شايفني خاينة؟ لا. طب لما انا مش خاينة؟ طب ليه عملتي كده؟ عشان بحبه وهو يستاهل بأمانة. طب انت شايفني خاينة؟ لا. طب لما انا مش خاينة طب انا وحشة؟ لا. طب لما انا مفيش حاجة ماشي غلطت خلاص. قال لي طالما كلمتي حد تاني يبقى انت اديني فرصة لحد يدخل حياتك. طب انا ما طب ما دخلتش انت مش متنيل مع اهلك، طب ما تاخد موقف، ما تاخد قرار. انا ما دخلتش حد حياتي، انا استحملت كل حاجة عشانك. يعني انا بشوف اصحابي، يعني انا لو وريت مسجات لاصحابي هتقولي انت ازاي مستحملة. بقالي شهرين بقطع في وشي، بقطع في شعري، لحد ما اكتشفت ان انا جالي كهرباء زيادة. حول ولا قوة الا بالله. اول امبارح كنت في العناية المركزة، قعدت 24 ساعة، خرجت امبارح جالي الضغط، عندي ضغط، عندي سكر، انا برجع دم، يعني اسفة في اللفظ. انا ترجيع الدم عندي مستمر بقاله سنة او سنتين وزاد معايا اكتر ومش لاقية له حل. عينيا من كتر الضغط اللي عندي قفلت ما بتفتحش. صورت له شكلي امبارح برضه لا. اول امبارح من قيمة 3 ايام كان يوم الاثنين على ما اعتقد، ضربات قلبي وقفت. انا طبعا عايشة في القاهرة بس انا من محافظة بني سويف عشان شغلي. ضربات قلبي وقفت، كلمت امي واخواتي ومكنتش عارفة ارد على حد. امي رنت عليه وقالت له بنتي لو حصل لها اي حاجة تبقى انت السبب، انا مش هسامحك. قالت له ان اهلك مش احسن مننا، انا استحملت كل حاجة تيجي على كرامتي عشان خاطر انا عارفة ان بنتي بتحبك. قال لي لا، قال لي انا ما بقتش شايفك، قال لي مستحيل ان انا سامحك. طب انت سامحني عشان لو انا شايفه ان اللي بيحب بجد بيسامح. وهو قال لي لا مش هسامح، ممكن تخلينا اخوات. تبقى انا مش قادره اشوفك اخويا، مش قادره اخد الخطوه دي، او مش شايفه اي راجل تاني. والله العظيم يعني انا حاولت ان انا اتعرف على شاب تاني، وحاولت ان انا اكون زي البنات، وحاولت ان انا اعيش، بس ما مش قادره، لدرجه عشان تفكيري ونفوخي ما يروحش لحاجه تانية. كنت برن عليه هو، وقفت معاه 7 سنين لحد ما وقفته على رجله في شغله وفي كل حاجه. بس هو بامانه يستاهل كل حاجه، يستاهل كل حاجه. بس خلاص يعني، طب انسي. مش عارف، لازم تنسي. انا عارفه ان هو مراقب تليفوني وعارفه كل حاجه. طب انت مش شايفني خاينه؟ طب انا ايه؟ قال لي عشان انت تعرفتي على واحد وقلتي له ان انت مش مرتبطه فانت كده بتنكريني من حياتك. تمام. شغاله ان انا البنت الوحيده اللي فاتحه بيت اهلي، انت اللي شغاله؟ متمرمطه عشان خاطر اهلي، واستحملت الغربه عشان خاطره.
مم. مم. هو لما دخل وراقب صفحتي لقى في شخص كان من نفس البلد بيقول لي انت عامله ايه ومش عامله ايه، فقلت له انا كويسه الحمد لله. طب انت ليه ما وافقتيش على الشخص اللي اتقدم لك وانت بتقولي ان هو كويس؟ ما دام الشخص ده يعني مش مناسب مش معاكي، خلاص. اصل هم انت حتى لو طب انا كده ايه يعني؟ انا فعلا شخص خاين؟ طب انا ايه؟ طب لا انا كده غلطت في ايه؟ لا هو لا واحد تاني والله العظيم يعني انا ما بكلمش حد وبصراحة حاولت بدل المرة كذا مرة ان انا اقرب عشان اعيش حياتي، ما انا نفسي ارتاح من العذاب اللي انا فيه. انا متعذبة عذاب الدنيا كلها، نفسي اكون مبسوطة زي اي بنت. ولدرجة ان انا بصت على رجله وبرضه قال لي لا. اكتشفت بقى ان هو قال لا عشان في واحدة تانية دخلت حياته اصلا، وان انا لقيته في انتظار كتير كتير كتير، ما بيمنعش الانتظار خالص. وتأكدت من ده بنفسي بس ما عرفتش هي مين. ولما جيت وقلت له طب قولي ان انت بتتلكك عشان انت مش قادر تعمل اي حاجة، قال لي احسبيها زي ما تحسبيها بس انا مش قادر اسامحك. طب انت شغالة ايه دلوقتي؟ مش هقدر اقول. هو عادي، انا خدامة في البيوت. ما اسمهاش كده، اسمها مش مهم، بس المهم ان انا اتمرمطت، المهم ان انا عملت حاجة مش بتاعتي. طب انت شغالة عشان ايه؟ نعم. انت شغالة عشان ايه طيب؟ مرمطتي عشان ايه؟ عشان خاطر اخلي اهلي مش محتاجين حاجة، وعلشان خاطر افضل بعيد عن اهلي وبعيد عن الجواز وبعيد عن الدنيا كلها، عشان خاطر بس استنى ان هو يجي ويرحمني من العذاب اللي انا فيه. هو مش هيجي، هو مش. طب هل انا غلطي؟ يعني انا غلطي مثلا ما استحقش ان هو يسامحني عليه؟ هل انا هو غلطي؟ خلينا بلاش السؤال ده، يعني خلينا السؤال ده ممكن ان احنا نتجنبه دلوقتي وبعدين نرجع له تاني. هل انت شايفة ان اصلا حتى لو هو سامحك هتتجوزوا؟ هل في اصلا يعني اي بوادر او اي مؤشرات ان انتوا هيحصل بينكم جواز؟ عارفة ان اهله صعبين وعارفة ان هم مش هيوافقوا في الموضوع. انت ايه اللي ربطك بالدرجة دي؟ انا قلت عشان هو الوحيد اللي كمل معايا، يعني هو الوحيد اللي فضل معايا العمر انت ده اللي كله. كملتي معاه مش هو، انت اللي استحملتي، انت اللي تقبلتي حاجات مفيش بني ادم يتقبلها. وانا لما جيت احكي ده قال لي انا ما بحبش اكمل مع حد ويجي يقول لي انت انا عملت عشانك. فعشان كده ما برضاش اتكلم في الحته دي. طب ماشي، ما هو انت بتتكلمي في ايه؟ انت مكمله ليه؟ طب انت، ما هو انت برضه يعني بغض النظر. طيب بص هقول لك حاجه، هي مش هتفرق هو سامحك ولا لا، لان هو حتى لو فضل معاكي انت مش هتستفادي حاجه وهتفضلي معطله حياتك. وانت دلوقتي عندك كام سنه؟ 25. طيب 25 سنه وضاع من حياتك 7 سنين بتقولي، فهيضيع من حياتك 7 سنين كمان. هتلاقي شويه هتلاقي ان انت كبرتي وما عشتيش حياتك اساسا. طب انا كده ظلمته؟ لا انا كده جيت لا انا كده غلطت، ماشي غلطت والله، بس والله العظيم عمري ما حبيت قد ما حبيته، ما حبيتش خالص والله العظيم قد ما حبيته، لدرجة ان انا مش عارفة ادخل راجل تاني يا حبيبي قلبي، مش عارفة اتقبل اي راجل تاني، ممنوع، هو ده. حول ولا قوة الا بالله. بصي هو انت ما ظلمتهوش، بس انت كده ظلمتي نفسك. فانت احسن حاجه انك تبعدي عنه. انا بقالي يومين في المستشفى يعني حتى ما هزتش في حاجه،
انا ما اعرفش هو قاسي قوي كده ليه. ما كنتش اعرف ان انا عملت ده، بس والله العظيم اتعمل بنية صافية. يعني عمري ما دخلت راجل تاني، وعمري ما كنت خاينة فعلا، والله عمري. يعني انا لو واحدة تعرف راجل واثنين وثلاثة انا مش هموت عشانك. انا اتدمرت، انا اتدمرت. انا عندي كهرباء في نفخي. حصلت ازاي؟ من كتر التفكير، من كتر الانهيار اللي انا فيه. انا عمري ضاع عشانه، ضاع عشانه. انا ضيعت حياتي كلها 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 كلها، مش متخيلة. حياتي وقفت عليه. انا ما بقتش شايفة رجالة تاني، ممنوع. هو ما فيش رجالة غيري. حياتي وقفت عليه، بس انا والله ما ظلمت، والله ما جيت عليه. خلاص انت احسن حاجه دلوقتي، والناس برضو تقول رايها معانا. انت احسن حاجه ان انت تبعدي عنه، تاخدي وقت وتنسي، وتشوفي بني ادم كويس يقدرك ويقدر ظروفك ويفهم ظروفك ويتعامل معاكي صح. ويعني ما يبصش للشكليات. وعلى فكره انت شغاله ان انت بتساعدي الناس في البيوت دي مش شغلانه عيب خالص، شغلانه حلال. ويعني يا بختك، لان انت كده بالنسبه لي زي الدكتور. يعني لان البيت ناس كتير قوي صعب عليها ان هي ممكن ان هي تعمل بيتها، فبيبقى مجهود عليهم. ففكره ان انت تساعدي الناس فدي حاجه كويسه، انت بتعملي حاجه بتساعد الناس بيها، فمش حاجه وحشه. انا وصلت بامي لحد ما كلمته وعيطت له وقالت له بنتي هي اللي بتاكلنا، بلاش تكسرها وبلاش تيجي عليها، بنتي لو ماتت انا مش هسامحك. ما هو ده انت قللتي من نفسك مع بني ادم ما يستاهلش ده كله والله. حتى لو انت شايفاه يستاهل وشايفاه احسن حاجه في الدنيا، بس هو ما يستاهلش. انت هتلاقي بني ادم يستاهل بس. وكفايه عياط بقى، يعني انت في المستشفى وعماله تعيطي. للاسف ما لقيتش حد يحس بالوجع ده، فلما دخلت ولقيت حضرتك فقلت اتكلم شويه. لا ما كبري دماغك وبجد يعني ابعدي عنه. انا لو مكانك اغير رقمي، او ممكن ما اغيرش رقمي لو الشغل هيتضر، اعمل له بلوك، امسح لو لينا صور سوا امسحها، امسح كل حاجه في حياتي كانت معاه، انسى كل حاجه، امحي كل حاجه، ابعد الشخص ده عني بكل السبل، واشوف حياتي وربنا ان شاء الله يرزقني شخص يستحقني. انا مش عايزه حاجه من الدنيا والله، ولا شخص ولا اي حاجه تانية. انا بس عايزه ربنا ينزل على قلبي بالستر. انا عايزه ربنا ينزل على قلبي بالستر. ربنا يصبرك يا رب. بجد شكرا شكرا جدا.